السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم لي كوك اللي معمرين بالروز والزيتون، وكاقتراح للسحور غنشارك معكم تحليه اللي كتجي بثلاثه طبقات. صراحه كتجي زوينه لا في المذاق ولا في الشكل. اول حاجه عندنا نص لتر الحليب كطبقه اولى، ناخذ نص لتر الحليب يكون بارد، يعني نوضعوه في الكونجيلاتور من قبل. عندي كريم باتيسير، الفلود كراميل، عندي السنيدة، جوج لي ساشي د كاكاو، عندي المايزينا. ناخدو كسرونة ندير فيها نص لتر د الحليب، نزيد عليها 3 المعالق ديال السكر سنيدة، ناخدو الغربال وغندوز فيه 3 المعالق ديال المايزينا باش ما كيجيوناش دوك الحبيبات في الخليط. غندوز فيه الفلون او الساشي ديال الكاكاو، جوج لي ساشي ديال الكاكاو. من بعد نحركهم مزيان، نحطهم فوق بوطه تكون مهيله مع التحريك المستمر. ضروري كنبقاو نحركو مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام. هذا كتشوفوا كتجي هاد لاموس زوينه وخضره. نديرها في كيسان التقديم كطبقه اولى، كنبقى نفرقها في كيسان ديال التقديم بحال هكا، وكنقادد بسباتيل يعني كنمسح مع الكيسان مع الجناب. كطبقه ثانيه ندوز نحضروا الخليط ديال الفلون. بالنسبه الطبقه الاولى كنحطوها جانبا حتى كتاخد يعني حتى كتجمد لينا بوحدها بلا ما كنحتاجو نوضعوها في الثلاجه. غناخد نص لتر الحليب بارد، نزيد عليه الفلون د كراميل، نخلط هاد جوج المكونات مع بعضياتهم، وغنزيد عليهم جوج معالق ديال سكر سنيده، من بعد نزيد عليهم هاد الساشي ديال صوص كراميل. اللي عنده يعني القرعه ديال لاصوص كراميل يدير جوج معالق صغار. نحرك هاد المكونات مزيان ونديرهم على بوطه تكون مهيله مع التحريك المستمر. ضروري ما نحركو مزيان باش ما كيلصقش لنا الخليط لتحت، غير كيجي بالغليه على هاد الشكل. كنزيدو كطبقه ثانيه على لامون الشوكولات. ندوز نحضر الكريمه كطبقه ثالثه. صراحه التحليه كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها. نغطيهم ببلاستيك غذائي ولا اي حاجه نغطيوها بها، وكنحطوها جانبا حتى كتاخد حراره ديال المطبخ، عاد كندخلوها الثلاجه يعني كتماسك. ندوزو نحضروا الكريمه. ناخذ جوج علب ديال الفلون وندير فيها هاد الكريمه ديال الفلون، نعبر كريم باتيسير ونخلطهم مزيان. التحليه ديالنا حتى كنحصل على واحد الكريمه درتها في الثلاجه حتى كتكون متماسكه بهذا الشكل، كتجي القوام ديالها مذوق بحال هذا الشكل كتشوفوا.
من بعد غناخد صوص كراميل وغنبدا نزوقها من الفوق. يمكن لكم ديروا فواكه الجافه. المهم بالنسبه للتزيين كل واحد يدير التزيين اللي كيعجبو اولا اللي متوفر عنده في الدار. انا اكتفيت هكا بالصوص ديال الكراميل. من بعد ندوز نحضر معاكم الدجاج اللي كيجي زوين صراحه، اللي غنعمرو بالرز والزيتون. كنتمنى تجربوا هاد الجوج الوصفات، تردوا عليه في لي كومونتير. بالنسبه هنايا للدجاج عندي جوج لي كوكلي صغار، وعندي معلقه كبيره ديال لاموطارد، شويه تحميره، عندي العطريه ديال الدجاج اللي كتباع جاهزه عند العطار، وعندي ثلث كاس ديال زيت روميه، وزلافه صغيره يعني تقريبا نص رابعه ديال الرز اللي سلقته مع الماء والملحه، وشويه ديال الزيتون قطع يعني رقيق. اول حاجه ناخذ معلقه ديال لاموطارد، نزيد عليها زليفه صغيره ديال الروز مسلوق، نزيد عليها شويه ديال الزيتون مقطع. اللي كيبغي الحار يقدر يزيد شويه الهريسه، نزيد عليهم 2 معلقات صغار ديال العطريه الدجاج، و2 معالق صغار ديال التحميره. بالنسبه للتحميره هنا انا زدتها باش تعطيني اللون الذهبي للدجاج، يعني يمكن لينا نكتفيو غير بالعطريه ديال الدجاج. وغنزيد عليهم ثلث كاس ديال زيت روميه وشويه ديال الملحه، ناخذ القزبر، يعني ناخذ واحد المعلقه ديال القزبر مقطع على شكل رقيق، نزيدو على الخليط. واللي عنده القزبر حبوب يمكن له يكتفي غير بالقزبر يعني حبوب، حتى هو كيعطي نسمه زوينه. صافي نخلط المكونات مزيان وغنعمر بهم الدجاج او لي كوكلي. عوض الرز يمكن لكم ديروا الشعريه الصينيه، حتى هي كتجي زوينه بزاف. غنعمر لي كوكلي بهذه الطريقه. وكنديرهم في الفران حتى كيتشواو، كنديرهم تقريبا مده 45 دقيقه حتى كيطيبوا مزيان، وكيجيو يعني كيجيو في المذاق بحال المشويين، كيجيو زوينين كيف كتشوفوا. وندوز نحضر شلاضه اللي كتجي يعني طريقه سهله ديال شلاضه عاديه. كناخذ الرز، شويه جلبانه، شويه القوق، كناخذ الباربه. من بعد ناخذ الطبسيل ديال التقديم، نفرش فيه الخس، نبدا نحط فيه شويه الرز اللي درتو مع المايونيز وشويه القوق وجلبانه. عندي شويه البطاطا هنايا اللي قطعتها مربعات ودرت عليها شويه الكمون وشويه الربيع. بالنسبه للباربه درت لها شويه الخل والملحه. وهذه هي التحليه ديالنا، يعني كنقدموها بعد ما بردات مزيان. كنقدم لي كوكلي ديالي بهذه الطريقه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، تشتركوا في القناه ديالي باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. كيف كتشوفوا